في سنة 1630 وبالتحديد يوم 19 شعبان 1039 هجرية نزلت سيول جامدة جدا على مكة وأخدت في طريقها 1000 ضحية، وتهدد أجزاء كبيرة من الكعبة المشرفة ومفضلش منها غير جزء من الجدار اليماني والحجر الأسود. أمير مكة وقتها كان الشريف مسعود بن إدريس بن حسن، بعت استغاثة لوالي مصر محمد باشا الوزير، وكانت مصر وقتها تحت الحكم العثماني في عهد السلطان مراد الرابع. محمد باشا الوزير ما استناش أمر السلطان مراد، وأمر فورا بتخصيص أموال من خزينة الدولة، وأوكل مهمة الترميم وإعادة البناء لرضوان بيك المعماري، اللي جمع معدات ومهندسين وعمال ونجارين ونحاتين مصريين واتحرك بالقافلة دي في اتجاه مكة، وفعلا وصل يوم 26 شوال وابتدى الإصلاح في الكعبة. انتهوا من تجديدها وفرش صحن الكعبة في خلال 6 شهور، وهو البناء الأخير وبالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي للكعبة المشرفة.